علماء الكلام من المعتزلة والجهمية والأشاعرة فطاحلة علماء اللغة، متمكنون في اللغة، لذلك تلاعبوا باللغة واستغلوا معرفتهم للغة وضعف غيرهم في اللغة فضحكوا على الناس. ولكن الله الذي يدافع عن هذا الدين قيد ابن تيمية في القرن السابع فتبحر في علوم العربية كما تبحر في العلوم الدينية والعقليات، وخطأ شيخهم سيبويه في 70 مسألة في كتابه كتاب النحو لسيبويه. بمعنى إذا رزق المسلمون والإسلام داعية متضلعا في كل شيء لا توجد فيه نقطة ضعف، هنا النجاح. هكذا نجحت الدعوة، لأن ذلك الداعية جميع أصحاب العلوم وأصحاب الفنون باعتبار بالاصطلاح القديم لا فنون اليوم، المواد تسمى فيما مضى فنون، فن النحو، فن الصرف، فن الفقه. إذا قلنا فنون في لغتنا نحن نتكلم بلغة الأولين لا الفنون العصرية هذه. الشاهد هذا الرجل الله وفقه وتفنن في جميع العلوم، بذلك رد جميع الشبه عن هذه العقيدة، فقال لهم مثلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، الفعل جعل نسب كم مفعول، هنا نسب مفعولين، إنا جعلناه المفعول الأول، قرآنا مفعول ثاني. الفعل جعل إذا نسب مفعولين لا يكون بمعنى خلق في اللغة، أما إذا نسب مفعولا واحدا فهو بمعنى الخلق. فإذا نسب أكثر من مفعول أي مفعولين إما بمعنى الإنزال. لذلك لو راجعتم تفسير الشوكاني عند هذه الآية إنا جعلناه أي أنزلناه أو وصفناه أو سميناه، لا يتقيد بمعنى معين، يفسر حسب السياق، وقد يكون بمعنى سير، كقولك جعلت الطين إبريقا. وأما في هذه الآية ليس بمعنى التسيير أيضا بل بمعنى الوصف والإنزال. إذن لا توجد آية أو حديث أو أثر يشير إلى أن هذا القرآن مخلوق، بل كل ما ورد يدل على أن هذا القرآن كلام منزل. معنى هذا كونه يوصف بأنه محدث هذا صحيح، ولكن الإحداث إنما هو إحداث تكلم وخطاب وإنزال، لا إحداث خلق واختراع. بهذا ترد شبههم. وبهذا نقول قياس الشمول المعروف عندهم بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. كلام الله تعالى لا يدخل في عموم قولكم كل محدث مخلوق، لا يندرج في هذه الكلية لأنه ليس بمخلوق ولكنه محدث بمعنى الإنزال والخطاب والتكلم كما تقدم.